ولو جمع الفرات النيل قصفت يد الأقدار غصنك يانعا ومحى المنون هواك وهو عليل. قف بي يا أبا وديع، قف بي تجاه ضريحه واندب فقيدا للكرام سليل. وقل السلام عليك يا قبرا حوى شرفا وبحر الجود فيك نزيل. هنيئا لك يا وديع. سأهديك بعد الآيات من كتاب الله إلى روحك الطاهرة، ونترك الكلام لسيدنا المطران. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. من جمال الخالق الكثير وهذا الذي نتوهمه في هذه الآية. نسأل رب الإله أن يتغمد حبيبنا الذي انتقل على رجاء من هذه الحياة للحياة الثانية، وأن يكون هناك ناظرا إلينا مصليا لنا لكي نتحمل هذا المصاب، ولكنه انتقل وغادر هذه الدنيا، ولكنه يبقى في القلوب حاضرا، يبقى في الضمير والوجدان موجودا، وهو معنا يصلي اليوم كما نصلي نحن. الله يكون مع العائلة الكريمة ويقوي، ويشكركم على محبتكم وعلى أيضا كلامكم الطيب الذي تفضلتم به ووصفتم وديعا بهذه الصفات، وأبا وديع أيضا بهذه الصفات. بارك الله بكم.